سمعتم إنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك تعثرك، يعني عينك بصت بصة وحشة، فاقلعها والقيها عنك. طبعا المسيح بيقول لك ما تغزقش عينك وترميها، لا، بس بيقول لك كلام صعب يخليك تفوق ان البصة الوحشة دي ما بتعديش بالساهل عند ربنا. بيقول لك احسن بدل ما كنت تبصها كانت عينك تتعمي افضل، او انك انت تخزق عينك افضل. طبعا الكلام هنا من باب المجاز مش من باب التطبيق، بس بيبين لنا شراسة او قوة وحسم الله في النظرة الشريرة. طيب يكمل ويقول لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فين؟ في جهنم. يعني لو النظرة الشريرة دي الإنسان ابتدى يبررها وحس من حق إن أنا أبص البصة دي، طب ما كله بيبص البصة دي. لو أنت ماشي في السكة دي ومش حاسس إن ده شر، جسدك كله يلقى فين؟ في جهنم. هل ده كلام أبونا بولس المتطرف؟ يعني ممكن أكون ده أبونا بولس المتطرف؟ الحقيقة ده مش كلامي، دي قضية بيطرحها علينا رب المجد في الموعظة، واحنا متفقين ان كلام المسيح قدس اقداس. يعني مش كلام ديبيتابل. يعني ايه مش ديبيتابل؟ يعني هو كان المسيح معاه حق، انت بتتكلم ربنا يا ابني، بتتكلم عن ربنا، فلما ربنا يقول حاجة اللي قاله ربنا ده كل الحق. نتفق قبل ما نتخانق، لان في خناقات جاية كتير قوي في السكة، بس الاول نتفق. اول حاجة هنحط شوية كده مقدمات او مبادئ قبل ما نخش في 3 رسائل توجه للرجال والنساء والشيطان. يعني هنعمل 3 محاور، بس الأول عاوز أقول كلام عام. أول حاجة، المسيح زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت جاب الخطية من جدرها. بتكلم على القتل فابتدى بالغضب، لأن الغضب ممكن يقود للإيه؟ للقتل، فركز كلامه على إيه؟ على الغضب. فالمسيح عارف الحرب بالنسبة للرجل في المواضيع الجسدية كيف تبدأ بالإيه؟ بالعين. تلاقي الواحد كده مع حد معين أو صورة معينة تنح. يعني تنح يعني بص كده ومش عارف ينزل عينه، هو مش عارف إيه اللي بيحصل. فكرة الكاميرا والنيجاتيف أو الكاميرا والميموري بلغة العصر، إن المنظر اللي شافه ده بيبتدي يحرك نوع من الأفكار. لو تجاوب الإنسان الرجل مع أفكاره باللي شافه جواه، يبتدي يحصل في الجسد حاجة اسمها التحرك أو التغير. في حاجة في جسده ممكن تتغير، تبان قوي في السن الصغير 13 14 15، وانتوا فاهمين أنا أقصد إيه. يمكن بعد كده الإنسان بيقدر يعمل كنترول أكتر، لكن بتبتدي بالنظرة. فالمسيح دايما سياسته كده، اللي هو سياسة أهل العالم، يقول لك الباب اللي يجي لك منه الريح. احنا مش هنفحص بقى ونقول الريح ده قبلي ولا بحري ولا غربي ولا ترابي ولا خمسيني، لا، فالمسيح جايب من أولها. علشان كده في المفهوم اليهودي الزنا ايه؟ رجل هيختلي بامرأة مش مراته في مكان ما، قد تكون في حقل بعيد عن الحضر، أو تكون في خيمة أيام ما كانوا في سينا، أو يكون في بيت بعد ما أخذوا الأرض. ده مفهوم الزنا. وكان في زنا في كل عصور البشرية، زنا بالفلوس، زي رحاب الزانية اللي كانت موجودة في الكتاب المقدس. فاكرين الكلام ده؟ فربنا عارف، ربنا خلق الراجل وعارف الراجل بيتأثر بإيه. حرب النجاسة تبدأ عند الرجل من عينه. مش معنى كده الرجالة وحشين والرجالة عينها فارغة، أنا ما قلتش كده، أنا قلت التكوين بتاع الرجل اللي ربنا خلقه في الحتة دي، فربنا بيجيبها. الحقيقة التانية، ومش عاوزكم تتصدموا، أن هناك دوافع للارتباط. هناك دوافع للارتباط. أكبر دافع عند الرجل للارتباط هو العلاقة الجسدية. مش عايز أزوق الكلام ومش عاوز تتخضوا، أنا بقول لكم فاكس، وأنا قررت إن أنا أتكلم عن الموضوع ده من جذوره عشان نبقى مسؤولين كلنا أمام الله في قضية العفة اللي جاية. الراجل عنده دوافع تانية، يحب يكون عنده نسل غني وعاوز ولاده تورثه ويسلمهم شغله، كل دي دوافع. أنا ما قلتش إن دي عاوز ما يبقاش وحيد، عاوز يبطل بقى زهق من أصدقائه وعاوز بقى يكون ليه بيت ويكنه، كل دي دوافع. بس أكبر دافع عند الرجل إيه؟ الغريزة.
يعتبر الدافع الأكبر في النسبة، وهو ده ربنا خلقه كده، لأنه ما كانش عنده هذا النداء سواء على مستوى الطير الذكر أو على مستوى الحيوان الذكر أو على مستوى الإنسان الذكر. إذا ما كانش الدافع الجسدي موجود وعنده معاناة شوية من الشهوات والأفكار اللي بيقاومها وبيحاول يرضي ربنا إنه يتعفف على قد ما يقدر، لو الدافع ده ما كانش موجود عنده وربنا اللي حطه فيه، ما كانش حد اتجوز. أنا بتكلم بصراحة، اوعوا تزعلوا مني واوعوا تتخضوا وتقولوا أبونا بيتكلم كده إزاي، بس أنا حاسس إن إحنا في ورطة كبيرة قوي زي ما هشرح لكم، ولو ما عرفتوش الحقائق دي تبقى مشكلة كبيرة، تبقى مشكلة كبيرة. طيب البنت ممكن يكون الدافع الجسدي أحد الدوافع. يعني لو قلنا مثلا أنا بقول كلام مش دقيق، مش كلام علمي، إنك أنت عندك 7-8 دوافع للجواز، 50% منهم دافع واحد اسمه الدافع الجسدي اللي بيحرك الراجل من أجل الارتباط. بدليل ان لو هو خطب واحده وقالت له انا بحبك قوي وعايز اقول لك حاجه، احلى حاجه نعيش بعد الجواز اخوات، نتامل في رب المجد وايقونه الست العذراء ونعيش كده اخوات. انت عارف ان ابونا بشوي كامل وتصوني انجيل كانوا بتوليين. انت عارف ان في تاريخ الكنيسه واحد بعد ما اتجوز وفي بطرك كان متجوز وبس ما كانش بيقرب من مراته. انا ماليش تقل على الموضوع ده. تاني يوم هيكون مقدم في المجلس الإكليريكي. ليه؟ لأن ده في حاجة أساسية أنا متجوز علشانها ما لقيتهاش. ما تتخضوش، بس أنا بتكلم على التكوين الفسيولوجي اللي الراجل اللي لازم نحترمه لأن ربنا خلقه كده. لكن البنت بقى عندها إيه؟ دوافع تانية. دوافع تانية بقى حاجات كتيرة قوي قوي، عايزة الاحتواء وعايزة اللي يفهم، عايزة بيتها وتزين بيتها وتغير الألوان والستايق وفستان الفرح بقى ده قصة بقى. وبعدين عندها غريزة تانية بقى الأمومة بقى. يعني البنت من وهي عندها 4 سنين جايبة عروسة بتسرح لها شعرها. عمركم شفت ولد جايب عريس ولا عروسة بيسرحوا شعرها؟ ما فيش. الولد مش كده، يا بيجيب مسدس يا بيجيب أي حاجة تاني، يا بيتخانق مع أخته، يا بيموت لها العروسة لما تكون مخانق معاها فيفرتكها لها. ده الولاد يعني. فالولاد مختلفين خالص عن البنات. لكن شوفوا في دوافع، دافع الأمومة، دافع إنها تحتوى، دافع الاحتياج للأمان، دافع الاحتياج عندها حاجات كتيرة قوي. ممكن يكون عندها دافع جسدي طبعا، ممكن ما ننكرش كده، بس مش بالنسبة اللي عند الرجل. ده الطريقة اللي ربنا خلق بيها الست والطريقة اللي خلق بيها إيه؟ الراجل. عشان كده ممكن الراجل بعد ما زوجته تتوفى بدري يبقى عنده دافع شديد قوي انه عاوز يتجوز تاني، لان عنده تحرك والكنيسه سمحت بالزيجه تاني. الامهات مش كلهم اللي بيتجوزوا تاني، لو اتجوزوا تاني مش غلط، لكن في بعضهم يقول لك لا انا اجيب اب جديد على 3 ولاد، لا انا اعيش خلاص، لان دافع الامومه عندها اعلى من دافع الجسد. فاهمين حاجه؟ يعني انا بتكلم على الاختلافات، مش بتكلم كلام بنسب علميه محدده، بس بتكلم على الشيوع. الكلام ده صح وفي استثناءات طبعا. بس اخلي بالكم، انا لما قلت ان الراجل عنده الدافع الجسدي او الدافع الجنسي هو الدافع الاول للارتباط، ما ينفعش يبقى ده الدافع الوحيد، لان هستعير كلمه قالها نيافت الانبا موسى اسقف الشباب في عظه عن المواضيع دي زمان قوي، سمعتها من 25 سنه او من 30 سنه. قال دوافع الارتباط في الحياه الزوجيه ايه؟ قال نمره 1 الجسد، 2 العاطفه، كيف اختار شريك الحياه. فقال الدوافع ايه؟ الجسد، 2 العاطفه، 3 العقل، 4 الله. يعني رتبهم ان كل عنصر لازم يسود على اللي قبليه. فقال لو كان الدافع عند الرجل هو الجنس فقط من اجل الجواز، يبقى الرجل هنا في مستوى الحشره، ما يزيدش عن حشره، لان الحشره ما عندهاش عواطف لكن عندها غريزه جنسيه، صح؟ يبقى الرجل بقى ايه؟ حشره، ما جابش حيوان لسه. لو الراجل عنده دافع من اجل الجواز انه عاطفه مع جنس، يبقى ارتقى من الحشره للحيوان. ليه؟ لان الحيوان عنده عاطفه وعنده غريزه، صح؟ لكن لما يكون الانسان ده عاقل، ابتدى يبقى انسان بيفكر امتى وفين وبكام، لا دي هظلمها، دي هبهدلها معايا، لا دي ما تنفعنيش، لا دي تكافئني، دي ما تكافئنيش. ابتدى يخش العقل، يبقى انت تميزت بالعقل عن مين؟ الحيوان. فانت بقيت انسان، بس بقيت انسان طبيعي. لما تدخل الله في الارتباط، الله هيحترم الغريزه الجنسيه اللي فيك لان هو اللي خلقها ودي مش حاجه عيب. 2 هيحترم العاطفه اللي فيك عشان لازم تحب مراتك.
3 بيحترم عقلك لأن دي وزنة اداها لك ميزتك عن الحيوان. 4 هيتوجد ويبقى هذه الزيجة زيجة مقدسة تحترم الغريزة وتحترم العاطفة وتحترم حساب النفقة وتحترم الروحانية اللي موجودة جوه البيت. فاللي بيميز ولاد ربنا عن أي جوازة تانية هو وجود الله في الجوازة دي. لكن ده لا يقلل إن أول حاجة قالها الأنبا يوسف الأنبا موسى كانت إيه؟ الجسد. الحقيقة الثالثة، احنا قلنا أول حقيقة المسيح بيجيب الخطية من جذرها. نمرة 2 شرحنا فيسيولوجية الرجل ودوافع الارتباط عنده وأشرنا للبنات في حاجة قليلة. 3 الكتب الرهبانية، واعتدنا في الكنيسة الأرثوذكسية إن الرهبانة عندنا دي حاجة عالية قوي، صح؟ يعني لا بقى الرهبان دول يا بختنا بيهم، يعني بيصلوا وإلى آخره. خلي بالكم الكتب الرهبانية اللي كتبت لنا عن أنطونيوس ومقاريوس وبخوميوس وكل الآباء الكبار الأوليين، نفس الكتب دي لم تستحي إنها تتكلم بصراحة عن شيطان الزنا وحروب النجاسة. إيه ده؟ الراهب اللي بيقوم 3 الصبح علشان يقول تسبيحة. انتوا عارفين صلاة نص الليل احنا بنقولها مع بعض 3 خدمات. انتوا عارفين كانت 3 هجعات ليه؟ يعني تصلي الساعة 9 الخدمة الأولى، وتصلي الساعة 12 الخدمة الثانية، وتصلي الساعة 3 الخدمة الثالثة. ليه الكنيسة غاوية تعكنن على الراهب وتصحيه كل 3 ساعات؟ علشان جسمه ما يدفاش وينام كتير، فالحروب الجنسية تقاومه. يعني الكنيسة عارفة ان الراهب وان كان اختاراه طريق شاق، لكن طول ما هو في الجسد حروب الجسد موجودة، وأفكار النجاسة موجودة، وخيالات النجاسة موجودة. وكانت القوانين الرهبانية في منتهى الشدة، لدرجة تقول إن ما كانش في راهب ينظر امرأة. مش زي يعني ما كانش في راهب ينظر امرأة، وما فيش راهب ياخد اعترافات ستات. ولغاية دلوقتي المفروض النظام ده يكون موجود، لأن هو تحت الحرب عينها طول ما هو في الجسد، وله قلب الرجل وعين الرجل والغريزة كاملة فيه. يبقى لازم نتفق مع بعض إن مفيش إنسان فينا ما بيتحاربش، لأن الرهبان القديسين اتحاربوا والكتب ما انكسفتش تتكلم عليهم، لدرجة إن كانت في قوانين ذهبت أبعد من كده، إنه لك حتى لو في طفل جميل عنده 10-12 سنة ما يخشش الدير. ما نعرفش الحرب تيجي للراهب ازاي. يا حتى دي اتكلموا فيها، حتى دي اتكلموا فيها. انتوا يا اولاد متضايقين الموضوع ولا الموضوع صعب ولا الموضوع ماشي ولا ايه؟ انا كل ده مقدمة علشان احنا في محنة. عشان انا اشرح لكم المحنة دي هتكلم على 3 محاور. المحور الاولاني اسمه الشيطان بيعمل ايه، المحور الثاني الرجل ماذا عليه، المحور الثالث الفتاة أو المرأة اللي عليهم إيه في القضية دي. لأن أنا شايف مصايب، هتكلم معاكم باختصار، بس أنا شايف مصايب وما أقدرش أقول أقل من مصايب. أنا ما ببالغش أمام الله عشان أنتم ما تعرفوش أنا بسمع إيه. طيب الشيطان في هذه الحرب بالذات يعيش أزهى عصوره. الشياطين بتسقف. مراتي زوجتي بتكلمني في الموضوع ده بالصدفة وما تعرفش أنا بحضر الموضوع ده، بتقول لي ده أنا قريت حتة مقالة تشيب يا بابا، ربنا يكون في عون شبابنا ويكون في عون العالم كله. قلت لها إيه يا ماما؟ بتقول لي إن الناس اللي كانت بتخش على السايتس الوحشة عددها 4 مليار، بسبب كورونا زادوا 1.5 مليار، بقوا كام؟ 5 مليار ونص ل 6 مليار. تعداد السكان كام؟ 8 مليار، 8 أو 7.9 يعني، هنقول 8 مليار. انتوا عارفين الكارثة؟ كارثة يعني ايه؟ يعني الأول كان النص، دلوقتي 3/4. يعني لو تشيل العيال اللي قبل سن البلوغ اللي في براءة في أولى وتانية ابتدائي وشوية ناس قديسين ماسكين في ربنا، يعني النسبة مصيبة. الشيطان في أزهى عصوره. زمان كانت الناس علشان تتفرج على حاجة وحشة كانت تتعب، يا إما تشتري مجلة من الخارج يا إما يدوروا على فيديو ويستنوا بقى لما الناس تنام عشان يتفرجوا على حاجة وحشة. يعني كان في مجهود عشان خاطر. دلوقتي
كليك 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 كليك. اكتب اي عنوان لاي حاجه، هتطلع مصايب امام الله. في بعض الاحيان انا بتطلع لي حاجات كده، مثلا ايه، موسم صيفي كده، فيطلع كنت انا داخل في سايت اللي هو بتاع شوبينج، عشان كنت عاوز اشتري حاجه، فيديو بروجيكتور مش عارف منين، بس بيقول لك الصين بتنزله في دبي من غير يعني حاجه كده. فكنت بدور على حاجه، السايت ده مره كده بمناسبه الصيف راح جايب لي ايه، ملابس البحر، مش عايز اقول يعني السويمنج سوتس يعني. لقيت كده بيقول لي تشكيله من السويمنج سوتس، وطبعا جايب لي وصور يعني سخيفه جدا. فانا قلت يا نهار ابيض، طب ده انا تجيلي حاجه زي كده ليه؟ فاكيد بتيجي للولاد، والواد لو بص مره رنه وقال اوكي، هيبقى باستطراد يجيبوا له من نفس الماتيريال، لان هم بيسوقوك انت كسلعه للشركات المنتجه. يعني انت سلعه، انت فاكر انك انت بتشتري سلعه، لا ده انت سلعه بتتباع للشركات دي. فتبتدي تلاقي بقى ويفز اند ويف، امواج وامواج ما تقدرش توقفها من الميديا السيئه جدا. نمره 2، احنا قلنا عصره الذهبي من خلال 2، نجاحاته منقطعه النظير. تعالوا نشوفوا الشيطان عمل ايه في ال50 سنه اللي فاتت. نمره 1، دمر الجواز تماما. انا جايب لكم بقى احصائيات لان انا بحضر في الموضوع ده بقى لي اسبوع. يعني ايه دمر في الجواز تماما؟ بقى في لفظ اسمه البوي فريند والجيرل فريند. ليه نتجوز وليه نتطلق، وبعد ما نتطلق نقسم البيت ونقسم المرتب ونروح للبتاع؟ ما احنا ممكن نعيش مع بعض، نسدد احتياجاتنا الجسديه ونساهم في بيت صغير كده ومن غير جواز. لدرجه ان المجتمع في امريكا دلوقتي او كندا لما تقول بوي فريند وجيرل فريند ده الوضع الطبيعي يعني. وممكن تبقى الواحده مخلفه 2 وحامل في الثالث ويعمل لها مفاجاه، بروبوزل، يجيب لها خاتم ويقول لها would you marry me؟ طب ما لازم، ده انت عندك 3 يعني، هتروح فين هي يعني لو قالت لك نو؟ ايه الاوبشن اللي عندها يعني؟ مش محتاج بروبوزل يعني، خساره الخاتم، خلاص الموضوع محسوم يعني. لكن بقى ده الوضع، believe it or not، ده الوضع. ويجيب لك بقى مشاهير، نجم الكرة العالمي مع صديقاته 5 عيال، نجم الكرة العالمي و3 عيال وصديقاته. انتوا خدتوا بالكم الناس من كتر ما شافت كده في امريكا وما بقت تمارس هذه الامور، بقت يعني عادي، حطم الجواز. 2، دمر قضية العفة. في اب كاهن بعت لي حته فيديو من امريكا قاتل. واحده ست بتقول انا I used to raised in يعني I raised up in the Catholic Church، انا اتربيت كاثوليكيه وفي الجنوب في امريكا، وكان عندنا موضوع العفه ده موضوع اساسي. انا بقول لكل البنات اوعى حد يكلمكم عن العفه، اللي انتوا عايزينه اعملوه، احنا في دوله حره، وما دام عدى سنك ال17 اعملي ما بدالك. وبتقول ما تخلوش المجتمعات، ما تعملوش زي الناس المتخلفه اللي في افريقيا والميدل ايست. طبعا بقى الفولورز والسبسكرايبس، الناس دي بقى بالايه، بمئات الالوف. شوفوا لسه الشيطان بيعمل ايه. مره واحد طلع بيقول ايه، بيقول حاجه غريبه بتحصل في العالم، انا مش مصدق اللي بيحصل في العالم. من 100 سنه لما كان واحد يتمسك بالشذوذ الجنسي كان يعزلوه، وبعدين من 50 سنه كانوا يدفع غرامه 200 جنيه استرليني، وبعدين من 100 سنه كانوا ايه، يبصوا له من فوق لتحت بس يسكتوا. مع التطور ده انا خايف في يوم من الايام يتقبض عليا لان انا طبيعي. انتوا فهمتوا بيقول ايه؟ بيقول انتوا واخدين بالكم ايه؟ يعني الناس دي كان زمان بتتسجن وبعدين او تدفع غرامات او يبصوا لها بص من فوق لتحت. مع التطور اللي احنا فيه خايف في يوم من الايام احنا اللي يتقبض علينا لان احنا ايه؟ طبيعيين. شفتوا الشيطان عمل ايه؟ في عاصمتين في العالم، واحده في امريكا وفي واحده في كندا، بيفتخروا ان دول عواصم الشواذ في العالم كله. في يوم للشواذ وعامل لهم علم بقى، انتوا عارفين رينبو والكلام الفارغ ده كله. ايه اللي بيحصل ده؟ ده الشيطان بيزغرط زغرطه وكل تلاميذه بيسقفوا له تسقيف. ايه اللي بيحصل في العالم ده؟ كل دي نجاحات بيعملها الشيطان. لا ايه؟ لانه يعلم تماما اذا دخلت النجاسه البيت خرج الله منه في نفس اللحظه.
مش بتكلم على ان واحد وقع وبعدين قام عمل مطنيات وقال له ارحمنك عظيم رحمتك، لا، واحد بقى مستبيح يعني، ده مزاجه اليوم انه يتفرج وبيبرر ومش حاسس بوجع ضمير. اللي زي ده لو دخلت النجاسة تخرج القداسة، احفظوها كده، لو دخلت النجاسة تخرج ايه؟ القداسة. لو دخلت النجاسة تخرج القداسة أو يخرج الله. بس كلمة يخرج الله من البيت دي عشان صعب عليا، أنا مسميها القداسة، بس القدوس هو الله والقداسة هي الطريق لله، فهي بصراحة. من أسوأ الأمور اللي بيعاني منها المجتمعات العالمية أن كثير من الرجال تركوا أزواجاتهم في العلاقة المقدسة اللي خلاها الرجل بين الرجل والمرأة من أجل التقارب والالتصاق والتناسل، لأنه استسهل الطريق التاني، إن مني ومن نفسي ومع نفسي وبلاها بقى. فبقى عندنا مشاكل جوه البيوت والشيطان بيزغرط. الشيطان بيزغرط. فأنا بديكم وضع الدنيا شكلها إيه، وارجع أقول إن المسيح في الأول إيه؟ خير لك أن يهلك أحد أعضائك، تقلع عينك وترميها على أن يهلك جسدك كله. دي قضية مصيرية، مش هينفع تحت أي ظرف من الظروف الكنيسة تتهاون في قضية العفة، لأن العفة عندنا فضيلة أساسية، لأن لا راجسون ولا نجسون ولا زنا ولا طمعون يدخلون ملكوت الله ولا شتمون كمان. لكن أنا بتكلم على حتة الكتاب المقدس قال ولا مضاجعوا ذكور. الشذوذ ده قضية مقفولة. هنقول بقى حقوق إنسان ومش حقوق إنسان، المسيح قال إيه؟ الإنجيل قال إيه؟ هو حر في حياته، لكن يفرض عليا أنا فلسفته، وان انا لو ما اعترفتش بيه ابقى انا اللي وحش. هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ شوفوا الشيطان نجح قلبها ازاي، ان البيري فيو اللي عددهم ما يجيش 1 في 1000 بيحكموا على العالم انه تحترمونا وتوافقونا، لان هنرفع عليكم قضايا لو انتم ما وافقتوش علينا. بدليل ان في قاضيه في امريكا رفضت تجوز 2 رجاله او 2 ستات مش فاكر، اتحكم عليها في المحكمه الفيدراليه بالسجن، بس يعني طلعوها يعني تصوروا. انا لو انا قاضي جواز وجالي 2 رجاله ومبدئي لا يسمح، لو انا قلت لا وشوف لك قاضي تاني يجوزه، يروح يبلغوا عليا اخش السجن. ده ايه ده؟ هي دي بلاد الحريه؟ هي دي بلاد التقدم؟ احنا وصلنا لايه؟ شفتوا ازاي العالم بقى في قبضه الشيطان، ان كل المفاهيم اللي دفعت عنها الكنيسه من طهاره وعفه في السنين كلها اتقلبت ازاي؟ عشان كده بقول لك ان الشيطان النهارده هو الذي يحكم العالم، واللي ماسكين في ربنا قليلين. بس خلي بالكم المسيح قال قليلين اللي هيخشوا السماء. اوعى يا ابني تبقى زي الباقيين مهما كانت الضغطه ومهما كانت الحرب، لان الصح صح والغلط غلط. انا كده خلصت التلت بتاع الشيطان. اخش بقى في التلت بتاع الرجاله. الرجاله استحملوني بقى وطولوا بالكم عليا قوي، عشان ما اقصدش اللي قاعدين، اقصد الرجاله في العموم. يعني قضيه العفه قضيه مصيريه زي ما قلت، ما فيهاش هزار. وعايزك تفتكر الآية اللي قالها أيوب النبي في الإصحاح 5: عهدا قطعت لعيني فكيف أتطلع إلى عذراء. ما ينفعش. كانوا زمان يقولوا البنت الخجلانة تبص في الأرض وهي ماشية كده. البنات بتاع اليومين دول عاوزين يتدبوا، ده أنا بقول لك الولد لو أدى الأمر يبقى ماشي باصص في الأرض عشان ما يعصرش، بص في الأرض أو بص على السماء، لكن ما تخليش عينك يا ابني تخونك وتبص في مناظر انت عارف انها بتتعبك وبتتخزن جواك وتقوم جسدك عليك. فنمرة 1 دي قضية حياة او موت، دي النصيحة الاولى لعالم الرجال. 2 لازم تكون على علاقة حلوة مع ربنا، لان مفيش حد اقوى من غريزته. مفيش حد اقوى من غريزته، وخاصة مع الضغوط والاغراءات والعروض إلا بقوة المسيح. عشان كده مالكش سبيل غير المطانية والصوم والصلاة. امسك في ربنا. هقع هقوم، هقع هقوم، هقع اقوم. لكن أول ما تقول بتشوف البنات هي اللي عاملة في نفسها إيه، هم يعني بيقولوا بصوا علينا بلبسهم ده، ما تشوفوا اللي مش عارفين. طب احنا بشر برضه، طب أنا أعمل إيه؟ ما دي حاجة ربنا خلقها فيا وحاجة طبيعية. لا 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 لا، حاجة طبيعية هتستخدمها في الوقت المحدد جوه سر الزيجة، في علاقة فيها حب وروحانية وصلاة. وده اللي هيفرقك ما بين الحشرة وما بين الحيوان اللي أنا قلتها في الأول. فأنت لازم
تكون ماسك في ربنا وبتجاهد ورافض الفكر ده. وقعت مرة قوم، وقعت تانية قوم بسرعة وانتهر نفسك، خد قرار. انا عندي ولاد، مرة كنت بتكلم على العفة، كان لسه السمارت فون ما طلعتش، كان كله على اللابتوب، وقلت لهم في ناس بتجاهد من اجل الله وفي ناس قطعت لسانها من اجل العفة، وحكيت لهم حكايات من قصة القديسين. بقى في مكتبي اكتر مش عارف من 5 6 7 13 لابتوب، مش فاكر، مش ناسي القصة دي، قديم قوي، عشان مش عاوزين نتفرج. كان زمان في حاجه اسمها الدش التركي، بيجيب حاجات مفتوحه، فكولي البتاعه دي اللي بتاعت الدش، وكان الدش غالي زمان مش رخيص زي دلوقتي، وجابوها لي في مكتبي، لان في ناس عاوزه ربنا، عاوزه الابديه، حتى لو ادى الامر ان انا هجيب تليفون لو انا ما عنديش كنترول ب 300 جنيه عشان اعود نفسي لمده شهر او شهرين ما اخش على النت، طالما ان انت بتجيبني الارض. موضوع محتاج رجوله من الرجاله. من الاسرار اللي عاوز اقولها لكم وتسامحوني فيها، وانا كنت متردد اقولها لكم، بنات كتير واولاد كتير في سن ال11 وال12 وال13 سنه خذلت في ابائهم اللي هم القدوه، المفروض اللي بيجرجروهم على القداس ويشتروا لهم تونيا، لان لما فتحوا الجهاز بتاع بابا، والعيال بتاعت دلوقتي بتفهم اكتر من اهاليها، ودخلوا على حاجات من حاجات على حاجات، لقوا أبهاتهم بتتفرج على المناظر دي. لو تشوفوا الدموع اللي بتسلخ خد البنت اللي عندها 12 سنة، اللي بتموت في أبوها وحجر أبوها، مش قادرة تقرب منه ولا قادرة تسلم عليه بالإيد، لأن حكمت على أبوها ببراءة طفولتها إن بابا عايش في النجاسة، ناقصه إيه ما ماما زي الفل. بيحصل وبسمعه، ويشهد عليا ربنا، بحوش دموعي وبيبقى زوري مررني ومخنوق، لان اكتر حاجة انك تجرح براءة بنت عندها 10 سنين او 11 سنة لما تشوف ابوها او امها بيتفرجوا على حاجة زي كده. اذا كانت القدوة المفروض تاخدني، وده في سفر التثنية اعتقد الاصحاح السادس، بيقول لك الوصايا بتاعتي دي تقولها لاولادك ليل ونهار. وصايا ايه؟ ده احنا مش عارفينها، ده احنا بنكسر الوصايا مع سبق الاصرار والترصد. فخلي بالك، ليس خفيا الا ويفضح، ليس خفيا الا ويعلن. والكارثة، هقول كلمة بالانجليزي اسمها irrecoverable. عارفين يعني irrecoverable؟ يعني غير قابلة للاصلاح، لان البنت اتحطمت، بابا في الخانة دي، مش قادرة تصدق، ده بابا، ده راجلي، بابا ده حياتي. انتوا عارفين ان بيبقى فيه ميل كده من البنت للاب شوية والولد للام في مرحلة معينة. تصوروا لما البنت تتكسر اقول ايه؟ هقول كمان رسالة تانية للرجالة، اهرب من مكان العثرة. انت عارف انك ممكن تروح في حتة والحتة دي عينك تضطرب، لان كل اللي موجود فيها يا روسيا مش عارف اوكرانيين، وكلهم يعني واخدين راحتهم قوي 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 قوي. تروح ليه؟ تقول لي اصل ما فيش اماكن نظيفة دلوقتي الواحد يروح. لا، روح حاجة تانية لو سمحت. بس اصل جمصة وبلطيم واسكندرية مش من مستوانا، انا موافقك، نقي حاجة كويسة اغلى شوية في اسكندرية او في بلاش كويس، بس ما تروحش مكان انت عارف عينك هتوجعك فيه وتدخل الشر جواك، وتبقى قاعد بتشتهي، وتبقى قاعد بتتطلع. لان اتفقنا دي فسيولوجية الراجل، لان الانسان الراجل الروحاني اللي بيفرق بينه وبين الشهواني راح يتفرج، الروحاني لما بيتحط في الحته دي بيتعذب. وهشرح لكم في الحته الاخيره لما اجي اكلم البنات، بيبقى قاعد عنده حاجه بتقول له بص، حاجه بتقول له حرام، بص حرام، بص مش هقدر، بص مش هقدر، فقاعد تعبان، وبعدين بيبص مره وبعدين يتعب جدا، وبعدين بص الثانيه، وبعدين بعد الثالثه يروح بص على طول بقى عامل كده اهو. ده لسه جاي الدور عليكم، لسه جاي الدور عليكم، عشان اختم بيكم بقى من غير زعل. انا بابا مش كده، بس بقول الحق. حاجه مهمه قوي كمان، بأخاطب الرجوله ان يكون عندهم نخوه.
حافظ على لبس بناتك ومراتك في المصايف، اللبس العريان اللي في الافراح. اي رجل ده يقبل ان جسد مرأة، جسد زوجته او جسد بنته الكبيره يبقى عرض لعيون كتيره قوي تتلصص ما بين الحين والاخر عشان تشوف جزء عاري من جسدها؟ ما احنا اتفقنا ده حتى الانسان الروحاني بيقاوم انه يبص، لانه ما بصش خالص او ما كانش عنده الميل يبص، لا هو في حاجه غلط. هي الغريزه موجوده بس بيقاومها. فازاي انا اسمح لبنتي كده؟ اوقات راجل بيبقى بيصيف مع مين؟ مع مراته ومع اخواته اللي في سنه مثلا ومع اولاد اخواته. طبعا مش هبص بصه وحشه للناس دول، لكن لو نفس المجموعه دي لابسه، ده بتاع السؤال البنت اللي بتقول امريكا ما تفرقش، بس انا جاي لها في الاخر، جاي لها في الاخر لما اجي اكلم البنات. لكن اطلب من الرجاله ان اللي مش بيحركنا الموضه ولا اللي بيحركنا ان اللبس كله كده في البلاجات دي، ده احنا لو لبسنا مايو حته واحده نبقى شكلنا شواذ. لا، اما انا واهل بيتي فنعبد الرب. الراجل لازم يحافظ على لحمه، والراجل اللي يفرط على لحمه وان الناس تتفرج عليه وتشتهيه مسؤول امام الله انه ما قالش كلمه حق وكلمه واجبه التنفيذ في بيته. ما تخلوش مرجعكم الناس، خلوا مرجعكم ربنا واللي بيقولوا ربنا. لاحظ ولادك لما تبقى اب، الواد دخل جوه الاوضه وبعدين يقول للولاد ايه؟ بص يا ولاد، انا مش عاوز ولد فيكم عنده باسورد، احنا كلنا ناس ما بنخافش، ما عندناش حاجه، اي حد يحط باسورد لا هاخد منه الموبايل. طب ليه يا بابا انت حاطط باسورد؟ ولا انت خايف ماما تلعب في موبايلك ولا ولد من ولادك يلعب في موبايلك؟ في البيت المسيحي ما عندناش حاجه اسمها كده خالص. لاحظ ولادك، صادق ولادك لما تتجوز. انا عارف انتوا لسه معظمكم مش متجوز. لما تتجوز صاحب ابنك كلمه عن الثقافه الجنسيه بوقار وطهاره. قول له هتسمع من اصحابك كلام ما ينفعش وفي مناظر ما ينفعش نشوفها، بس احنا ولاد ربنا واكليل الطهاره في وسط عالم كله نجاسه، كاننا عايشين عصر الاستشهاد بنقدم حياتنا للمسيح. كفايه على الرجاله كده. طيب انا شربت لكم بق ميه بس ببرد صوتي عشان الطبقه ما تعلاش، بس ما تخافوش انا بحبكم انتوا بناتي. طب ايه النصيحه اللي بتقولها ربنا او الكنيسه او الكتاب المقدس للام؟ نمره واحد الاحتشام. افراحنا في بعض الاحيان بتبقى مهازل. بقى المايكرو جيب ده الستاندرد بتاع الناس الهاي ستاندرد. يظهر كل ما الواحد يبقى هاي بيعلم على الفستان. الحقيقه انا لا ارهابي ولا جاي اتريق على حد، وانتوا عارفين ده مش اسلوبي، ونادرا ما بتكلم في المواضيع دي. انا كل مواضيعي كلها مواضيع روحيه وانتوا عارفين كده، بس انا بتكلم من النظره الروحيه ان ما ينفعش، وهقول لكم ليه. البابا شنوده مره قال كلمه حلوه قوي، قال لبس المراه لابد ان يكون محتشم. فبيقولوا له ايه هو اللبس المحتشم؟ قال 3 حاجات: المكشوف لا، الشفاف لا، يعني ممكن يكون في حاجه شفافه بس بتبان اللي تحتيها، ده تبقى مغريه اكتر. انتوا واخدين بالكم؟ الحاجه الثالثه المضغوط قوي. يعني ايه المضغوط قوي؟ اللي هو الملزق اللي يبين تفاصيل الجسد قوي. قال ال3 حاجات دول ولاد ربنا وبنات ربنا ما ينفعش يلبسوه. احنا مش هنخط في تفصيل بقى كم سنتي فوق وكم سنتي تحت، بس انا بتكلم على مسؤوليه احنا هندان امام الله لو ما عملناهاش. نبتدي. يبقى اول نقطه نصيحه الاحتشام، نلبس الشيك المعقول. طب يا ابونا اصل كل الفساتين اللي في المحلات الشيك بتاعت ولاد الناس كلها قصيره. لا، اللي عاوز بيعرف يعمل حاجه، بيحط زياده كده 5 سنتي من حاجه، بيعملوا حاجه. انا عارف ان في ناس بتشتري من بره وتيجي هنا تقيف يعني مش تضيق، لا يعني تطول. تاني حاجة مرجعيتنا ان احنا بنات ربنا، ومرجعنا هو وصيته: وويل لمن تأتي بواسطته العثرات. خليكم بقى معايا.
البنوته اللي بعتت السؤال بتقول العيب مش في البكيني. انا عمركم شفتوني في حياتي اتكلمت في المواضيع دي قبل كده؟ بس السؤال بتاع البنت دي مع القضيه، انا كنت اقول موضوع تاني برضو عن العفه، بس اللي خلانا السؤال بتاعها. قالت يا ابونا العيب مش في البكيني. يعني لو انا لابسه بكيني في شاطئ من شواطئ اسكندريه اللي هي سيدي بشر ولا ميامي ولا بتاع، لا دي تبقى مصيبه، ده الناس كلها هتاكلني يعني، هتفترسني. لكن لما اكون في الساحل الشمالي في حته ما من القرى اللي هي 7 ستارز دي ولبست بكيني، ده انا لو لبست مايو بكم طويل او ليجز يعني او حاجه زي كده، الناس تضحك عليا يقولوا عليها ايه دي. خلي بالكم. اولا ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، وانا ما قلتلكيش تلبسي لغايه هنا، انا بتكلم على المايو التقليدي العادي، المايو التقليدي اللي الناس اعتادت عليه. على الاقل يعني يكون مايو اللي هو بيسموه القطعه الواحده. وبعدين بتقول لو في امريكا غير مصر، ومصر بلاج عن بلاج يفرق. عايز اقول لكم حاجه يا ولاد اعرفوها وطبقوها في كل حياتكم. في فرق بين كلمه كالتشر وفي فرق بين كلمه غريزه. الغريزه في العالم كله واحده، الكالتشر بتختلف من منطقه لمنطقه. يعني في الهند مثلا طقوس الجواز غير طقوس الجواز عند المصريين، السودان غير المصريين، دي اسمها كالتشر. في بلاد العروسه اللي بتدفع فيها المهر، في بلاد العروسه اللي بتدفع فيها المهر مش الراجل مثلا يعني. ففي دي اسمها كالتشر، دي اسمها كالتشر. طبعا انت بتضحك عشان عاوز تروح تعيش هناك، يدفع لك مهر وانت داخل جواز بقى، اتجوز وتدفع لي مهر. اصل انا حسيت انه اول ما قلت العروسه بتدفع المهر في ناس عملوا كده يعني عايزين يعرفوا اسم البلد يعني، مش هياخدوك لا طيب نرجع تاني لموضوعنا. عايز اقول حاجه، تجربه عمليه عملتها في اجتماع من الاجتماعات، وزعت 150 ورقه. وفي امريكا عملت حاجه تاني، واتكلمت مع الكهنه في امريكا، واللي بقوله زي ما حصل بالظبط هحكيه لكم. انا خلي بالكم هم بيشيعوا ايه، ان لو كله بكيني نو بروبلم، ما كله بكيني فما فيش مشكله. لا الحقيقه فيها مشكله، وهثبتها لكم دلوقتي. في اكتر من اجتماع عملت في القصه دي، وزعت مثلا في اجتماع 80 ورقه، في اجتماع 150 ورقه. كانت النتيجه كالاتي، انا كاتب النتيجه 7%. انا كتبت اسئله، انا لما بشوف حاجه زي كده بتاثر؟ اولا لا اتاثر، دي الاجابه الاولى. نمره 2 اتاثر ولكني اجاهد وببقى قاعد متضايق بس بتاثر، بس مش عايز ابص وعايز ابص. 3 لا بتاثر وبقع في افكار وشهوات نجاسه. يعني في 2 بيتاثروا وواحد بس ما بيتاثرش. عارفين اللي ما بيتاثروش كانوا كام؟ 7%. طب وال93% مقسومين، 60% من الباقيين بيتاثروا ويقعوا في افكار نجاسه وخيالات نجاسه، والباقيين بيتاثروا بس بيحاولوا. انتوا واخدين يعني في حاله من حالات الصراع والتعب. وبصراحه لو كانت النسبة غير كده كنت هقول اللي كتبوا في الاستفتاء ما كانوش صادقين وأمنا، لأن أنا كنت مستني النسبة ما تقلش عن 95%، بس من أجل الأمانة بقول هي طلعت 93% اللي بيتأثروا. يقول لك دول يا عم في مصر، في أمريكا غير كده. هكلمكم على لقاءين حصلوا مع شباب في أمريكا عشان أقول لكم إن الغريزة واحدة في العالم كله، ودي مسؤولية البنات. في اجتماع من اجتماعات مع الاباء الكهنه، كان اب كاهن يعني في احد البلاد في امريكا بيقول احنا بلاد السواحل بتاعتنا يعني احنا من البلاد، في بلاد كده زي كاليفورنيا وزي مثلا فلوريدا، دي بلاد ليها شواطئ وحر، فدي بتعتبر مصايف امريكا، او بيروحوا كوبا او وات ايفر. فبيقولوا حاجه عجيبه قوي، يعني اب كان بيقول في مشكله، الولاد بتعاني قوي اكتر من مصر. ليه؟ لان لازال الاحتشام عندنا في مصر اكتر من امريكا. احنا عندنا البلاش كله بيكيني، وبقى يعني البيكيني يعني بقى في بيكيني فوق يعني بيكيني يبصوا للبيكيني يقول له انت مش بيكيني، يعني الدنيا في الاسوأ. انتوا فاهمين حاجه يعني ايه الدنيا في الاسوأ قوي؟ فبيقول الشباب بترجع تعبانه جدا، وكل اعترافاتها انها واقعه في حروب جنسيه نتيجه تطلعهم للبنات اللي لابسين بيكيني. الولاد دول مولودين في امريكا، يعني مش جايين مصر عندهم حرمان جنسي فرايحين في امريكا لا، مولودين في امريكا. مره جابوا لي حاجه اسمها
مجموعه من الولاد كانت حاجه اسمها جريد 12 يعني ثالثه ثانوي عندنا، وحاجه اسمها الكوميونتي كولج، يعني بياخدوا سنتين كده قبل ما يخشوا اليونيفرسيتي. يعني انتوا واخدين بالكم، يعني عندنا في مصر دول ثالثه ثانوي اولى جامعه ثانيه جامعه. فانا كنت بتكلم معاهم على الطهاره، فواحد قال لي يا ابونا this is an Egyptian culture we have no problem here، يعني دي ثقافه مصريه، احنا ما عندناش مشكله هنا. فرحت انا بقى اتجرأت لانه كانوا ولاد لوحديهم، فخدت راحتي شويه. قلت لهم عاوز اسالكم سؤال، لما انتوا بتبقوا في البلاج وتبصوا على البنات، واحد تاني يقول للتاني شيء سكسي، انت تقصد جمالها الروحي ولا تقواها وبرها ولا انجيلها واجبيتها ولا جسدها ولا بريتي فيس وش حلو؟ فالعيال بصت لبعض، افتكروا انا مراهق زيهم يعني عايش معاهم، ابونا ده جابوه منين يعني؟ فضحكوا. قلت لهم لا I need an answer. قالوا لا جسمها. طيب لما عندكم تعبير تاني وده أسوأ بكتير قوي قوي، تقول شي از هوت، بتقولوه ولا ما بتقولهوش؟ ضحكوا العيال قالوا بنقوله. قلت لهم الكلمه دي كلمه مؤدبه ولا كلمه قليله ادب؟ لا كلمه قليله ادب، يعني معناها بتثير غريزتي. قلت لهم السؤال نمره 3، لما بتكونوا في البلاج ايفن مع اهاليكم بتبصوا ما بتبصوش وبتشتهوا ما بتشتهوش؟ قالوا اختي لا، امي لا، لكن كل الناس افيلابل وكل الستات التانيه افيلابل. في امريكا اب كاهن بيقول لي الاعترافات عندنا كلها الولاد بترجع تعبانه قوي لان الحرب شديده جدا جدا جدا. ايفن حتى في المول لما الحر بيزيد عندهم تلاقي الشورت بقى شورت قصير قوي، وممكن البلوزه تكون مفتوحه خالص ومعقوده بعقده تحت كده، يعني ماشيين كده في البحر. فالعيال بتتعب، ولادنا بتتعب، الامريكان بيتعبوا ليه؟ لان بقى فيه اثاره قدام عينيا. علشان كده البنت اللي بتقول ان الولاد ما بتتاثرش، بقول لك الولاد بتتاثر بنسبه 93%. يشهد عليا ربنا انا اللي فضيتها بنفسي، ما خليتش اي حد يساعدني. نمره 2، في انجلترا دخلت في نقاش قالوا بنتاثر، في امريكا في الهاي سكول والكوليدج قالوا بنتاثر وبنبص وبنعصر وبنتحارب. علشان كده بس انا عشان اكون امين، البنات اللي بيلبسوا بيكيني دول او يلبسوا عريان بزياده، هي مش نازله عشان تعمل اثاره، هي شايفه ان كل المجتمع بتاعنا بيلبس كده، وانا خايفه لو لبست الوان بيس ده هبقى ايه؟ شكلي قط يعني غريبه او شاذه، فانا هلبس زي كل بيلبسوه. لا، طب انت عرفتي دلوقتي ان كله بيباص، كله بيقول لبعضه هناك كلمه سكسي وكلمه هوت. انا سمعتها بوداني، انا نكشتهم، لما نكشتهم وحسوا ان ابونا دوت عايش معاهم طلعوا اللي جواهم. علشان كده مادام عرفتي كده انت امام الله مسؤوله ناحيه جسدك، لو هذا الجسد استخدم سواء ببساطه او بغير ببساطه في اعصار اي انسان المسيح مات علشان. نو كومبرومايز، مش هفاصل، لان عندنا مشكله. لما اسقف يكون عندنا هنا في اكليل وكان بيقول لي يا ابونا وزع، انا هاخد مسحه الزيت وهاخد بس التقديس بتاع السر، وكل الاكليل وزعوا على الكهنه اللي قاعدين. العروسه لما دخلت والثلاثه اربعه اللي حواليها وكانوا هنا في اول بنش، سيدنا ده قال لي يا ابونا انا مش هقدر اكمل الفرح ده، الله يكون في عونكم ويحافظ عليكم انتم كاباء كهنه في طهارتكم. انا مش عارف انتم بتشوفوا المناظر دي ازاي. اسقف بيكلم كهنه سنهم فوق 60 سنه بس ببعد روحي، بيقول ربنا يحافظ عليكم المناظر اللي انتم بتشوفوها. يعني خايف على ابونا نفسه ان في لحظه ممكن عينه تبص بصه وحشه. يمكن ابونا عشان اب وشاف ان كل دول عياله، بس بيبقى مستاء ان بيت المسيح يحصل فيه كده. هي دي الرفاهيه؟ هو ده الرقي؟ هو ده؟ فين وصيه المسيح؟ فين نظره المسيح؟ فين براءه المسيح؟ فين بساطه ايماننا؟ فين حرصنا؟ فين البنت؟ ده البنت بالغريزه بتاعتها، وانتوا هتوافقوني لو قدامها ولد حتى لو لابسه كوله زي كده غصب عنها وفي
القلم بتاعها وقع ونازله تجيبه، اول حاجه بتعملها ايه؟ بتروح حاطه كده، مش بيحصل كده؟ تروح عامله حاطه ايدها كده، بتعمل نوع من الامان، حتى لو هي لابسه هاي كول، بس هي اتعودت على كده، ان هي عندها في مناطق حاسه ان المناطق دي مناطق مقدسه، ممكن الشيطان يستغلها لحد تاني يبص بصه شرير، فهي بتوطي بتروح عامله كده. طب حاجه غريبه قوي، نفس البنت اللي بتوطي كده مش فاهم ان لما تروح ازاي حته من الحتت اللي هناك دي، انتوا فاهمين؟ في عارضة أزياء يابانية، أنا سعيت إن أنا أجيب اسمها من على الموبايل بس فشلت. عارضة الأزياء اليابانية دي مشهورة قوي، بس هي عايشة في فرنسا يعني، بس مش عارف. قالت مرة مقالة كانت عاملة حاجة اسمها، أنا اللي بعت لي اللي قالته، بس هي كانت عاملة قبليها، قولوا معايا، طابور عرض ده بيسموه إيه؟ عرض أزياء بس مايوهات. فهي بتقولوا انتوا خدتوا بالكم من العرض بتاع دي، اسمه مشهور قوي، ما فيهوش ولا مايوه بيكيني. وراحت قالت انا عايزه اكلم الستات، هل لو انت عريتي جزء من بطنك ده او لبستي مايوه معسر، احساسك بالبحر بيبقى زياده؟ يعني بتتمتعي؟ لا. طب بتلبسيه ليه؟ وقالت كده: ايتها السيده والفتاه المحترمه، لماذا تجعلين من جسدك سلعه؟ لا يا ولاد، مش هتنازل، احنا من سيء الى اسوأ، والرجاله والابهات بقوا في ملكوت تاني خالص، بحجه ايه؟ اصله كله كده. ايه ده ينفع؟ ما ينفعش. علشان كده بقول للام اصحي، وبقول للاب اصحى، وبقول للولد اهرب، وبقول للبنت انت مسؤوله امام الله بعد اللي عرفتيه النهارده. ما بقولش الدافع بتاعك كان دافع شرير، الدافع بتاعك انك عملت كده ببساطه، بس بساطه تودي في داهيه، لانها محسوبه علينا. لان بولس الرسول بيقول لو كان اكل اللحم هيعسر اخي انا مش هاكل لحم، فاذا كان جسدي بالطريقه اللي بسطاني هيعثر اخويا اللي مات المسيح علشان اجله، وجسدي انت، جسدي انا بقى هو يشتهيه او يحلم بيه، لا ما ينفعش. وما ينفعش ما نزوق الكلام ونقول اصل احنا عايشين في بساطه وحريه مجد ابناء الله. انتوا ابسط من انكم تبصوا، انا عارفكم انتوا اساسا عباره عن نقاء مخلوط بالطهاره. معقوله حد فيكم هيبص؟ ده انتوا فين؟ وانتوا البساطه. هو في احلى من الواحد يرجع تاني لزي الطفوله لما كان عنده 6 اشهر؟ ما ينفعش. ينفع؟ ما ينفعش. مش كل الناس هتوافقني، انا اتوقع بعض الهجوم، بس الحقيقه انا قلت اللي يريح ضميري كأب بيحب ولاده، وككاهن يعرف وصيه الله، وكرجل اعرف كيف يحارب الرجل، واعرف بساطه البنت، واعرف كمان البنت مش واخده بالها من حاجات كتيره قوي، ان بعض الامور اللي بتعملها ببساطه ممكن تكون سبب عثره وحرب. هختم باللي ابتديت بيه، شوفوا الشيطان عامل في الدنيا ايه. محتاجين توبه، صلاه، صوم، اجتهاد، نحافظ على العفه. يا بخته اللي عنده عين مكسوره، ويا بختها اللي عندها جسد مستور. انت محتاج عين مكسوره، وانت محتاجه جسد مستور، عشان محدش فيكم يلام امام الله. ما تزعلوش مني، بس انا قلت اللي جوايا. لإلهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد، امين.